قدرت أعمل أرباح 30,000 جنيه من رأس مال 100,000 جنيه في أقل من 27 يوم. مع العلم ما اشتريتش ذهب ولا اشتريت بضاعة ولا موبايلات مستعملة ولا أي حاجة، حققتهم وأنا نايم. 30,000 جنيه من رأس مال 100,000 جنيه في 27 يوم بس. موبايل الاي 70 بتاعي الجربان ده اللي ملهوش أي 30 لازمة من وجهة نظر ناس كتير، اللي أنا شايفه ما شاء الله عليه تحفة فنية ممتازة، قدرت من خلاله ان انا اكسب واحقق 30,000 جنيه مكسب فعلي وانا نايم، رأس مال 100,000 جنيه في اقل من 27 يوم. ازاي الكلام ده؟ تابع معايا. بس هل يعني الكلام ده سهل وبسيط واي حد ينفع يعمل كده بسهولة؟ طبعا لا، كل حاجة بالتعليم وبالوقت ومع الاستمرارية والخبرة ممكن تقدر تعمل المبلغ ده واحسن كمان. اللي هو ازاي؟ انا مشتري اسهم في البورصه المصريه، وال 30,000 جنيه اللي حققتهم دول كنت مشتري بيهم من شهر بالظبط سهم مصر للالومنيوم، عشان كان عليه توصيات كتير. دي مش نصيحه مني، كل اللي انا عملته ان انا بدرس شويه وبذاكر شويه وبطلع شويه، عملت تحليل مالي بسيط وتحليل فني، والسهم كان عليه توصيات كتير انه الفتره اللي جايه هيبدا ينتعش ويطلع، وفي نفس الوقت كان مقدر بقيمه اقل من قيمته. فحطيت رأس المال ولله الحمد بعد أقل من شهر حقق معايا مكسب 31%. قدرت إن أنا أبيع وأطلع ال 30,000 جنيه الربح من رأس المال ال 100,000 جنيه. هل تقدر أنت تعمل كده؟ تقدر تعمل كده، بس الأول تتعلم وتبحث وتشوف الدنيا رايحة فين وجاية من فين، وتشوف الأسهم والقوائم المالية وإيه اللي بيربح وإيه اللي بيخسر، وما تستعجلش، وتذاكر من سنة لاتنين لتلاتة علشان تعرف تحط فلوسك وما تخسرهاش. افضل واسهل تطبيق في الموضوع ده تطبيق اسمه ساندر، موجود ومرخص من هيئة الرقابة المالية. ده ممكن تفتحه وتحط فيه حتى لو 20 جنيه وتبدأ تتعلم ازاي تستثمر في البورصة. ممكن يطلع واحد يقول لي هل ده نصب او هيضحك علينا؟ ده تطبيق رسمي مرخص من هيئة الرقابة المالية، خاص بالاسهم وصناديق الاستثمار. تقدر تبدأ فيه من 20 جنيه، تحط تشتري سهم او اتنين وتدخل جوه التطبيق تبدا تتعلم الاستثمار. ازاي تتعلم؟ عندك صناديق الذهب، صناديق الاسهم، الاسهم المباشره، صناديق التوفير، كل حاجه عندك متاحه. ابدا اتعلم واحده واحده وشويه شويه، مع الوقت تكتسب خبره، وفي نفس الوقت هتلاقي فيه حساب مجاني تقدر تستثمر فيه من غير اي فلوس لحد ما تتعلم، تبدا تضيف فيه واحده واحده. يعني انت ممكن تعمل فلوس وانت نايم، بس مع المذاكره والمعرفة والعقلية والخبرة والدراسة بعد فترة تقدر تحقق فلوس من أي مجال أنت بتحبه. ولكن اسعى وابدأ وهتلاقي الدنيا معاك بقت زي الفل. تحياتي ليكم، بحبكم في الله. سلام عليكم.